وجبة غداء صحية متكاملة وجديها في وقت وجيز بهذه الطريقة اللي غادي نشارك معك. حيت قبل كنت نشارك معكم الغداء، لكن كل وصفة بوحدها. دابا ها الحقيقة، خليكم مع الفيديو وإن شاء الله غادي تستافدوا فرجة ممتعة. هذه قناة نجمة الشرق، إن شاء الله اللي عجبتكم اشتركوا فيها وقولوا لي في التعاليق واش بغيتوا نبداو تحضيرات رمضان 2024 اولا نبقاو في نفس السلسلة ديال الغداء. نبداو على بركة الله النهار ديالنا. هذه 7 ديال الصباح. شويه البخور اختي باش نعدلوا النفسيه، نشموا ريحه زوينه وحنا في الكوزينه. المهم من بعدها غادي ندير الحاجه اللي كتسلق، هي باش كنبدا الاول باش كنحيدها عليا ومن بعد يعني كتبرد على خاطرها. هنايا غادي ندير البربه تسلق، وغادي ندير كذلك الجزر يتسلق الوقيته اللي غادي نبغيه. فغادي نضيف هنايا الجزر تقريبا 3 الحبات اولا 2 كبار، كنضيف معاهم الماء والمقدار ديال السكر اللي نتوما بغيتوه. هنا درت غير 2 معالق صافي، وحطيته انه يطيب هو والبربه. بعد منها غادي نتكي هاد الدجاج بهذه الطريقه بعد ما تنقى ونشف. غادي ندير ليه هاد الطريقه هذه اللي كتشاهدوا في الفيديو باش كتدخل ليه التتبيله. هذه دجاجه وحده قسمتها على 8، يعني فاش كنقسموا الدجاجه على 4 من بعد كتقسميها على 8. الصدر على 4 والفخاد على 4. صافي هنا غنتبلو هاد الدجاج ديالنا مزيان، وغندير ليه السلوفان وغادي ندخلو الثلاجه حتى غادي نحتاجو وغادي نخرجو. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا البربه ما شاء الله راه كطيب، اما الجزر راه طاب. حيت بغيتو غير العصير خصو يطيب غير 10 دقائق باش ما يوليش بحال الصوبه. صافي وكنطفي عليه. هنا غادي ندوز ندير معكم الطريقه ديالي في العدس. هنايا بطبيعه الحال غادي تنقيوه ياك ما فيه شي حجر ولا شي حاجه، تنقيوه مزيان ومن بعد خصكم تغسلوه مزيان. حيت كاين اللي كيسلقوه كيحيد ليه الماء، لا هنايا غادي نعطيكم طريقه باش كيحافظ يعني على القيمه الغذائيه ديالو. بعد ما كيتغسل مزيان من بعد كتضيفي عليه هكايا الماء، وكنخليه على جنب حتى كنحضر الصلصه. هذاك العدس شحال ما بقى في داك الماء مرقد شحال ما مزيان. لان العدس واخا كيطيب كاين شي مرات كيخرج لك بحال الحريره. حنايا شنو بغينا الحبه واخا طابت تبقى كما هي، تبقى صاينه. صافي هنا بعد ما طابت الصلصه مباشره غادي نديرها في ديك الطنجره وغادي نخلط مزيان وغنديها مباشره انها طيب. صافي مباشره كيف ما شفتوا معايا من الصباح باش بديت. فدابا يلا عاد غادي نعجن. ممكن انكم تسبقوا العجين بطبيعه الحال.
صافي غادي ندير هنايا جوج زلايف ديال الدقيق، هذا الدقيق الكامل. صافي هنايا كنضيف معلقه كبيره ديال الخميره، كنزيد عليها شويه الماء، وكندير معلقه صغيره ديال الملح، كنعجن الكل. فاحنا بطبيعه الحال ماشي غير واقفين في الكوزينه، غنبقاو في الكوزينه. فبعد ما كنعجن كنمشي كنشوف الدار، كنشوف اللي خصو يتجمع اولا الا كنفقد الوليد كنعطيه في الدار ولا هادي. صافي من بعد كنجي كنطلع على العدس، كنلقاه راه طاب كيف ما كتشوفوا معايا راه طاب. من بعد كندير ليه واحد المرصو ديال اللحم، وكنزيد عليه شويه ديال الكمون. الا خاصكم الزيت البلديه كتزيدوها، انا كافياني هذيك اللي درت بها يعني الصلصه. صافي وكنغطيو عليه وهكاك يعني العدس كيكون واجد. دابا هنايا غادي نجهز معكم اولا غنوجد معكم واحد المايونيز اولا واحد الصلصه اللي غادي نحتاجها للشلاضه. غنديرها هكايا غير باليد بدون خلاط. فكنحتاج فيها كيف ما شفتوا معايا من الاول صفار بيضه، وكنحتاج معها كذلك معلقه صغيره ديال الحامض اولا ديال الخل، ومعلقه صغيره ديال الخردل. فهنايا كنخلط، وفي نفس الوقت كنزيد الزيت الروميه، كنخلط حتى كيطلع ليا الخليط مزيان وكيتقال. هنا انايا غادي نخليه شويه جاري. فغادي نزيد هنايا شويه الملح، شويه الابزار اولا الفلفل الاسود، ومن بعد كنضيف 2 معالق كبار ديال الماء بارد، يكون بارد مزيان. بالحق نتوما نضيفوه غير معلقه وحده باش يبقى لكم عقد، انا بغيتو هكاك سائل. فاني بعد ما خمر العجين كنرجعوا ليه وكنكوروه. هنايا بما اني درتو بالدقيق الكامل فغادي نديرو كذلك بالنخاله، غادي ندوز هاد الكويرات في النخاله وغادي نديرهم مباشره في اللاطه. راه خرج ليا تقريبا 3 ديال اللاطات. صافي كنبسطو مزيان مباشره كندخلو باش يخمر دغيا. فكنسخن الفرن ديالي غير شويه، راه 3 ثواني تقريبا، مش 3 دقائق، 3 ثواني ما شاء الله. غير 2 زلايف ديال الدقيق كيف ما شفتوا معايا راه خرجوا ليا بزاف ديال الخبيزات. راه 3 ديال الصواني ما شاء الله. بالحق نتوما الا بغيتوا غير خبز كبير ديروه، ولكن الا مساليين بحالي ديروا هكايا خبز صغير كيجي زوين. صافي هنا بعد ما خمر الخبز بطبيعه الحال كتسخنوا الفرن مزيان، وكنفلح هنايا الخبز وكنرشو بشويه الماء باش يبقى فيه هذيك الرطوبه. صافي وكندخلو الفرن انه يطيب مزيان. كذلك بالنسبه للصواني يعني اللي بقاو ليا ديال الخبز ما كنرشهم حتى كنبغي ندخلو الفرن. هذا هو الخبز بعد ما طاب ما شاء الله، راه كيجي محمر مزيان بلا ما تزيدوا لا سكر لا والو، راه كيجي محمر مزيان. صافي كندخل هكايا الصواني حتى كيطيب الخبز كامل مباشره كيف ما شفتوا معايا. كنغطيه كيرجع عليه هذاك الصهد كيكون هو هذاك مزيان. وهذه اللاطه الاخرانيه فكتخرج كذلك كنديرها في كيف ما شفتوا معايا في داك المنديل. صافي وهكايا كنكونوا كملنا الخبز، راه كلشي ساهل. هنا داك الجزر بعد ما برد مزيان صافي قلت نحيد عليا العصير هذيك الوقيتاني. صافي وهكايا قشرت معكم برتقاله وليمونه وهذيك البربه، ديك الحبه ديال البربه. صافي وغادي نخلطهم كاملين. هنا راه ما كنزيدش السكر، يعني السكر فقط هذاك اللي كنزيد مع الجزر ملي كيطيب. صافي وكتجي الحلاوه هي هذيك، نتوما كتزيدوا السكر على حسب الرغبه. بعد ما كيتطحن مزيان طحنوه مزيان وخلطوه، يعني كتزيدوا معاه مازال واحد نص لتر ولا 700 ملي ديال الماء وكتخلطوه مزيان. وها هو واجد. ديروه في الثلاجه انه يكمل البروده ديالو. صافي بعد ما كيف ما شفتوا معايا عصرنا هذاك العصير مباشره هزيت هذاك الدجاج وهو كيطيب وراني غادي نقاد السلطه. بما ني طيب بما نقاد هذيك السلطه. فهمتوا كيفاش القضيه؟ باش دغيا كتساليو الشغل ديالكم في الكوزينه، يعني ما تبقاوش واقفين مده طويله. دائما بقاو ديروا 2 في 1 ولا 3 في 1، ما تبقاوش واقفين غير في الكوزينه وتابعينكم شغل اخرين.
ها انتم كيف ما كتشوفوا معايا وانا خدامه في ديك السلطه وانا مقابله داك الدجاج كنبقى نقلب فيه حتى كيطيب مزيان. صافي هنايا درت معكم سلطه اللي هي ساهله بزاف، غير كتقطعي هذاك الخيار وهذيك البربه وهذيك مطيشه صافي، وكديري لهم ديك الصلصه اللي وجدنا قبيله. هذا هو السلطه اللي درت معكم اليوم، ساهله. هانتي الدجاج ما شاء الله راه طاب وطاب مزيان، كيف ما قلت لكم خصكم تقبوه مزيان، منها كتدخل ليه التتبيله وحتى الطياب كيدخل ليه، راه ما شاء الله كيجي فتي وزوين. صافي هنايا غادي نوجد معكم الغدا كامل باش نحطوه على الطبله. هنا غادي نوجد شويه ديال الزيتون، ومن بعد يعني غادي نوجد هذاك الدجاج في طبق التقديم. راه كيجي ما شاء الله محمر. جربوه بهذه الطريقه، انا كنفضل اني نسمو بالزعتر احسن من المعدنوس، كيجي فيه واحد المذاق لذيذ بزاف، غير جربوه. بالنسبه لهذيك الصلصه اللي كاينه في الوسط ديال الدجاج، هذاك رانيت المايونيز اللي حضرت معكم. صافي هنايا غادي نوجد الغدا ديالي باش نحطو على الطبله. فهنايا غادي نحط يعني العدس، غادي نحط كذلك العصير، وهكا كيكون كل شيء واجد في وقت وجيز. خص غير نقنعوا هاد الدماغ ديالنا يعني ما يتكاسلش وكل شيء كيتقاد بسهوله. يعني بقاو غير ديروا كما قلت لكم، هذيك القضيه ديال 3 في 1 ولا 2 في 1، كتكوني كتقدي هاد الحاجه في نفس الوقت كتقدي حاجه اخرى باش كتربحي الوقت، ودغيا كتلقاي راسك وجدتي كل شيء، من الخبز من الغدا من كل شيء.